ازاي ان السعودية هتقبل ان كريستيانو رونالدو يعيش مع جورجينا تحت سقف واحد وهم مش متجوزين؟ هل بالفعل ممكن السعودية تتغاضى عن اهم جريمة في الدين الاسلامي ممكن ان هي تحصل في بلدها مقابل ان هم يجيبوا اعظم لاعب في تاريخ كرة القدم؟ كريستيانو رونالدو وجورجينا معروفين ان هم صحاب ومفيش بينهم اي عقد زواج، هل ده ممكن يكون متاح على الأرض الشريفة اللي اتولد فيها سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هيحصل فيها الزنا مقابل لاعب كرة عالمي يلعب على أرضها؟ خلاص للدرجة دي الدنيا دي اتغيرت. تابع معايا الفيديو ده لأنه مهم جدا وهنقول فيه كلام كتير. ارزع اللايك المتين بتاعك ويلا بينا نبدأ الفيديو. كم أنت قاسية يا كرة القدم. نهاية مأساوية لأعظم لاعب في تاريخ كرة القدم كريستيانو رونالدو، وده بالنسبة لي وبالنسبة لناس كتير جدا أعظم من لمس كرة القدم. فلك أن تتخيل أن كريستيانو وقع لنادي النصر السعودي، وبكل أسف ما طلعتش إشاعة وطلع الخبر حقيقي، لأن بالفعل حساب نادي النصر السعودي على تويتر هو اللي أعلن عن الصفقة ونزل التويتر اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. والله العظيم الرياضي الاعظم عالميا وقع رسميا للعالمي، وانا بنفسي اللي دخلت على تويتر واخدت الصوره دي سكرين شوت زي ما انتم شايفين، لاني شفتها بصراحه على موقع موجود على جوجل، ولكن ما صدقتش ولا عمر عقلي كان يصدق ولا اي حاجه فيها تصدق، بس للاسف طلع الكلام صحيح والنهاية مأساوية بكل ما تحمله الكلمة. ده والله العظيم مش تقليل في نادي النصر السعودي، نادي النصر السعودي نادي كبير جدا فله كامل الاحترام، ولكن هي نهاية مأساوية للاعب زي كريستيانو رونالدو. بقول لك مأساوية لأن هو بنفسه اتريق على تشافي قبل كده وقال إن هو عمره ما يلعب في دوري عربي، سواء بقى كانت قطر او كانت الكويت، وقال البلدين دول بالنص على لسانه، وان لازم النادي اللي يلعب فيه يكون نادي بيشارك في دوري الابطال. فكده بقى عزيزي المشاهد تقدر تتاكد بالفعل ان الدنيا دي دواره وعمرها ما بتكون للاسف على مزاج حد. كريستيانو رونالدو دلوقتي بيلعب في نادي النصر السعودي، الفلوس يا صديقي بقت هي اساس الحياه، والرقم اللي كريستيانو رونالدو مضى بيه برضه مش قليل. العقد بتاعه مدته 2.5 سنين وهياخد في ال2.5 سنين دول 200 مليون دولار، يعني كده لو انت بتتفرج عليها بالمصري وجيت تحسبها يطلعوا 6 مليار جنيه في 2.5 سنين، او ربنا زي ما بقول لك كده. ولكن كل اللي فات ده بالنسبه لي مش مهم، انا المهم عندي الجملتين اللي انا جاي اقولهم في الفيديو ده. ازاي ان السعوديه هتقبل ان كريستيانو رونالدو يعيش مع جورجينا تحت سقف واحد وهم مش متجوزين؟ هل بالفعل ممكن السعوديه تتغاضى عن اهم جريمه في الدين الاسلامي ممكن ان هي تحصل في بلدها مقابل ان هم يجيبوا اعظم لاعب في تاريخ كره القدم؟ كريستيانو رونالدو وجورجينا معروفين ان هم صحاب ومفيش بينهم اي عقد زواج، هل ده ممكن يكون متاح على الأرض الشريفة اللي اتولد فيها سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ السعودية الدولة العربية الوحيدة اللي معروفة بمبدأ الثبات على الشريعة الإسلامية لحد النهاردة يحصل فيها الزنا مقابل لاعب كرة عالمي يلعب على أرضها. هل بالفعل ممكن تشترطوا على كريستيانو رونالدو إن هو يتم وثيقة زواج بينه وبين جورجينا؟ هل قادرين على كده ولا هتسيبوا العلاقة تمشي حرام في حرام؟ انتوا لو عملتوا كده بالفعل هتكون أعظم صفقة في الكون بالنسبة لنا كعرب، ان احنا نسطر البت الغلبانه النتايه دي ونأمن لها مستقبلها. شوفوا حل للموضوع ده بجد، لان الموضوع ده غريب، والغريب ان الموضوع ده في السعوديه. وصلنا لاخر الفيديو. السلام عليكم.